السادة البرلمانيون، السيد المستشار، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء المصالح الإقليمية، السادة ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم. بداية أود أن أشكركم على الدعوة التي شرفتمونا بها لحضور هذا الاجتماع الذي يدخل في إطار إعداد رسم متكامل لبرنامج عمل تنموي للجهات العاطفية. اسمحوا لي سيد رئيس الجهة أن أطلب منكم أن تعتمدوا على برامج العمل التي سيتم إعدادها من طرف الجماعات كنقطة الانطلاق، لأن لابد أن ندلي وأن نقول وأن نشتكي عليكم بسبب الحاجيات التي تفتقر لها الجماعات. أنا أخص بتلك جماعة ترميت التي تعتبر من أكبر الجماعات من حيث السكان، حيث تجاوز عددها 40,000 سنة، ومتطلبات الساكنة هناك تنتظرنا يوم بعد يوم. مع الأسف الجماعة وانتظارات الساكنة لا تتلائم بتاتا مع ميزانية الجماعة. لهذا أطلب من السيد الرئيس والسادة السيد الوالدية أن يترافعوا معنا لحل هذا المشكل، لأن ربما ظن بأن الميزانيات تكون متوازية مع عدد السكان، إلا أننا نحس بحيف كجماعة التلميذ. وهنا أنطلق لأذكر بالحاجيات التي تفتقر عليها جماعة التلميذ رغم هذه الخصوصيات التي يميزها، فهي ذات طابع حضاري وانتظارات الساكنة أكبر بكثير. وغادي ننطلق فيما يخص الطرق. أرجو من السيد رئيس الجهة أن يأخذ بعين الاعتبار الطريق التي ستنجز بين ترميت وويسكسات، جماعة ويسكسات، فهي مبرمجة في الاتفاقية الإجمالية التي قمنا بإعدادها، لا بد من تسريع على أساس إنجازها. ثم هناك القنطرة الجديدة التي ستربط بين وزازات وجماعة ترميت، فهي كذلك تعد محرك أساسي للتنمية بجماعة ترميت. وهنا أشكر الناس ديال العمران، لأن العمران هو مفتاح التنمية بجماعة ترميت على مساعدتهم وتعاونهم مع الجماعة. كما أود أن أشكر جميع رؤساء المصالح الآخرين الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في تنمية هذه الجماعة. أرجع لأذكر كذلك بمشكل التعليم في جماعة ترميت. دقق السيد العميد اللي سمعتي، لأن التعليم الحمد لله ما عندناش المشاكل، ولكن أرجو منكم الترفع على استبدال الأقسام التي بها البنايات المفككة، أن جل البنايات في المؤسسات فهي تعتبر بنايات مفككة، وهذا يشكل عائق بالنسبة للأساتذة وكذلك بالنسبة للتلاميذ. فيما يخص الصحة فالمركز الصحي لجامعة ترميت أشكر الناس اللي سدوا الخدمات جليلة في هذا المركز، ولكن مع الأسف فهو لا يليق بعدد السكان، لأن الناس اللي تيجيو لذاك المركب الصحي وغير باش يتسناو خصهم واحد 60 ولا 70 في النمرة ديالو، بما خصو يجي من 4 الصباح ولا 4:30 يديبوزي النمرة ديالو باش يسبق. إذا الله يجزيكم بخير، غادي تساعدونا باش نترافعوا على هذا المشكل ديال المركز الصحي، على الأقل تكون لا ماتيرنيتي تما ولي زورجونس، لأن 40,000 سنة راه ما سهلاش بالنسبة للجماعة ديال ترميت. وسأختم بمشكل الشباب والرياضة، فإن جماعة ترميت تفتقر لأبسط ملعب لكرة القدم، وكذلك ملاعب القرب والمساحات الخضراء. أرجو من الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ديال ترميت، وشكرا.